فتحت مكتبك مكتب محاماة ولسه مفيش أي موكلين جم. في الفيديو ده هعرفك إزاي تجيب الموكلين. هتسمع من ناس كتير جدا بيقولوا لك علشان تجيب موكلين لازم يبقى عندك موكل هو اللي بيجيب موكل. طب انت ما عندكش الموكل الأولاني اللي هيجيب لك بقية الموكلين، أو قضية تفرقع فهتجيب لك موكلين كتير. طب ما انت لسه برضو بادئ، لسه ما عندكش الموكل اللي هيجيب لك قضية تفرقع علشان تبدأ تجيب لك موكلين تانيين. فأنا في الفيديو ده هكون بوجه رسالة للمحامين اللي لسه بادئين مفيش ولا موكل. مبدئيا أنا عايزة أقول إن الدعاية في المحاماة بتجيب نتيجة عكسية. يعني إيه بتجيب نتيجة عكسية؟ يعني لما هتعمل دعاية لنفسك، أو مش عايزة أقول دعاية أو تسويق لأن ده مخالف بالمعنى، يعني لما هتيجي تتكلم عن نفسك ده بيجيب نتيجة عكسية خالص. لأن إحنا كمحامين بنبقى ماسكين ملفات ممكن تكون بتخص مستقبل عيلة كاملة. عايزه اقول ان المحاماه مش سوبر ماركت هتلاقي حد معدي هيشوف يافطه مكتب محامي. طيب لما ادخل اوكل المحامي ده، لا، موكل بيختار المحامي على حسب الثقه، الامانه، الشطاره. طيب هثبت دولت ازاي وانا لسه ما عنديش اي قضايا؟ هنبدا الاول شويه خطوات كده هتعملها علشان يجيلك اول موكل. طيب أول خطوة هتعملها هي إيه؟ أول خطوة أنت لسه فاتح مكتب محاماة، اختار أي فرع من فروع القانون، خليك متميز فيه، خليك شاطر فيه، عارف عنه حاجات كتير جدا. طيب أنا مش بتكلم في الفيديو ده عن أنت هتتخصص في المحاماة ولا هتشتغل بشكل عام، لا، سواء كده أو كده، حتى لو مش هتتخصص في المحاماة خلي عندك فرع من فروع القانون تكون شاطر جدا فيه، يكون لما قضية تتذكر في الموضوع ده انت تيجي لأذهان الناس. في جزء بقيت متقنه، بقيت كويس جدا فيه. هعمل ايه؟ صفحتك الشخصية على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بتوعك، هتعمل ايه؟ هتبدأ كل يوم او يومين تنزل بوست عن الحاجة اللي انت شاطر فيها دي. خصصت مثلا في الأسرة، تبدأ مثلا تنزل عن الطلاق، عن الخلع، عن النفقات، تبدأ تنزل بوستات. طيب ده ايه فايدته؟ ده فايدته مش بتيجي مباشرة. يعني ايه؟ يعني مش هتنزل بوستات هتلاقي حد شاف اسمك فهيروح جاي رامي عليك، ولكن ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هما ممكن في الاول هيبدأوا يستشيروك شوية بشوية، استشارة في استشارة، هتلاقي جالك شغل وهتلاقي الدنيا مشيت معاك. اهم حاجة لما حد يكلمك يستشيرك في اي قضية تكون بتجاوب صح. بتجاوب صح ازاي؟ مش لازم تجاوب في نفس اليوم. انا اصلا معرفش ازاي في محامين بيجاوبوا على اسئله في نفس اليوم. انا عشان حد يستشيرني في قضيه انا باخد الاوراق، لازم اطلع على الاوراق كلها، وزي ما قلنا واحده بواحده هتلاقي الموضوع ده بياخد وقت شويه، وممكن لما تنزل يجي لك ناس على طول، وهي طريقه فعاله نوعا ما. اعمل ايه تاني غير ان انا هكون بنزل بوستات بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي؟ في الدايره بتاعتك اللي هي دايره القرايب، الصحاب، الجيران، لازم وانت بتعرف نفسك كمحامي. هم عارفينك كده كده، ولكن تبدأ تتعامل في المحيط بتاعك على انك محامي. ولو سمعت الفيديو اللي قبليه اللي هو ازاي تفتح مكتب محاماة، الافضل انك تفتح مكتب محاماة لو تقدر يكون بعيد عن المحيط بتاعك ده. وقلنا ليه؟ برضو قلنا علشان هم بيجوا للبعيد، هم مش هيجوا لك وانت قريب منهم. ولو جولك وانت قريب مش هتعرف تتعامل معاهم كمحامي، مش هتعرف تطلب اتعاب، هيكونوا شايفينك ان انت لسه صغير، هم عشان انت متربي في وسطهم غصب عنهم. فعلشان تعرف تبدا من بعيد شويه. وعلى فكره قرايبك غالبا مش هيجولك في الاول، هم بيجولك ما بيسمعوا عنك، ولكن لما هتبدا تعرف نفسك وهتبدا تبقى فاتح بعيد، هم مش شايفين انت عندك موكلين قد ايه، هم مش شايفين الداخل والطالع، هم مش عارفين لسه مستواك، مش مراقبين اللي داخلين قد ايه واللي طالعين قد ايه. وانت بعيد هيبداوا ان هم يجوا. اهم حاجه تكون بتعرف نفسك في الوسط المحيط بيك، اي حد بتتعامل معاه عرف ان انت محامي. انا محامي، مش شرط بقى انجازات بارعه، الا لو في موقف ممكن تحكي عن انجازات خاصه بيك، لكن مش شرط يبقى الموضوع مبالغ فيه. يعني اللي هيحصل لما ابدا نتكلم على انه محامي مع الناس، هيبداوا برضو زي ما على وسائل التواصل الاجتماعي هيبداوا ان هم يستشيروا، برضو في المحيط بتاعك هيبدا الناس تسالك، تستشيرك، واحده تسالك عن قضيه واحده قريبتها، وهكذا. برضو نفس النظام، واحده استشاره في استشاره، هتبدا الدنيا ان شاء الله تمشي ويبدا الشغل يجي. طيب نعمل ايه تاني؟ وانت بتتدرب وانت ماسك شغل وانت بتترافع في قضيه زميل ليك مديها لك او محامي انت بتتدرب في مكتبه، تواجدك في المحكمه ده احيانا بيجيب لك شغل. طيب بيجيب شغل ازاي؟ اول حاجه وانت بتترافع
كسبانك للقضية، تواجدك في المحكمة بيجيب لك شغل. بيبقى في ساعات ناس رايحين، حد هيشوفك وانت بتترافع، حد هيشوفك ان انت مهني، هيروح جاي موكلك في قضية خاصة بيه. واحيانا العاملين في المحكمة سواء مثلا موظفين، امناء سر، ناس بتشتغل هناك، لما بيشوفوا برضو ان انت شاطر وان انت كويس وان انت بتجيب نتيجة كويسة، بيبدأوا هم نفسهم لما حد بيسألهم بيبدأوا يرشحوك. هم بيبقوا شايفين انت شغال شاطر، فبيبدأوا ان هم يتكلموا مع الناس على إن الشغل بتاعك. وده طبعا بيكون شغل انت ماسكه تبع مثلا محامي زميل او حاجة. خليك مهني بس وانت بتتعامل، اتعامل صح وتعامل بشطارة، وده كله بيبان. وممكن وانت بتترافع في قضية خاصة بالمكتب اللي انت شغال فيه، المرافعة دي تعجب ناس، فالناس دولت المرافعة تعجب الناس اللي حاضرة في القاعة، فالناس دولت يجوا لك. الناس اللي قاعدين في القاعة، بس عايزاك تاخد بالك من الحتة دي. وانت بتترافع، انت بتترافع محامي، تترافع قدام المحكمة، مش بنترافع للجمهور. ما تركزش في المرافعة ان تلفت الانتباه فيها، لا، اتعامل صح، اترافع للمحكمة، وانت مركز كده هتلاقي برضو المرافعة هتعجب ناس، وناس برضو هتجيلك. انا بتكلم عن ازاي تجيب الموكل الاول، بعد كده بيكون في طرق تانية خالص عشان بس ما نتوهش مع بعض. طيب ممكن نعمل ايه برضو غير دول؟ ممكن اتعاون مع مكتب محاماة مثلا، زميل كبير، محامي كبير جدا وعنده شغل كتير، فبيرفض بعض القضايا علشان وقته ما يسمحلوش، فتتعاون معاه ان هو القضايا اللي هو مستغني عنها ان هو يحولها لك. في محاميين كتير جدا بيتعاونوا في الجزئية دي، يعني هي حاجة عادية خالص وبتحصل. بس بتحصل مع مين؟ مع اللي بيكون عنده الشغل الزيادة عليه، يعني الشغل هو مستكفي باللي عنده ومش عارف يقبل غير مثلا عدد معين، فالقضايا دي مثلا بتكون زياده، او في قضايا معينه مثلا ما بيقبلهاش، فممكن يحولها ليك، بيحصل بينك وبينه تعاون. طيب اخر حاجه برضو ممكن نعملها هي الشراكه، انك تفتح مثلا مكتب المحاماه يكون معاك شركاء محاميين فاتحين معاك المكتب. طب دي هتستفادوا فيها بايه؟ هتستفادوا فيها من علاقات بعض، ده عنده مثلا ناس، انت تعرف ناس، وهكذا. هتخف قوي من عليكم الضغط. ليه؟ هتكونوا موزعين الادوار على بعض، وكل واحد فيكم بطريقه معينه هيعرف يجيب ايه؟ موكلين للمكتب. وكل واحد فيكم هيكون معروف هو متخصص في ايه ودوره ايه. الموضوع ده على قد ما هو حلو وبيجيب موكلين وفعال جدا، ولكن عيبه ان انا دايما بحس ان الشراكه بيكون فيها مشاكل. لو هتتعاونوا مع بعض هتعملوا شراكه تكون محدده، يكون كل واحد عارف دوره ايه وهيعمل ايه. في الاخر خالص هي بتبقى ارزاق وربنا بيبعتها واحنا بنبقى مؤمنين، ولكن احنا بنعمل اللي علينا وبنسعى. اهم حاجه نتوكل على الله ونستعين بالله، ونخلي بالنا من التعامل مع الموكل يكون فيه صدق وامانه.